السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بطريقه صدور بانيه خطيره. انسي بقى طريقه البانيه المحمر والزيوت والبيض والبقسماط، وجايه لك بطريقه تحفه. صدور بانيه بالصلصه وبالجبنه الرومي. ندخل على الطريقه مع بعض. صلوا على النبي يا جماعه. جبنا 3 بصلات كبار وبشرناهم، وهنجيب الصدور تبع الكميه اللي انت عايزاها. انا كنت هنا جايبه كيلو صدور بانيه، بقطعه شرايح سميكه شويه مش رقيقه، زي ما بوريها لكم كده يا جماعه. بعد ما قطعناها هنجيب معلقتين فلفل اسمر ومعلقتين ملح من اللي احنا اللي هي المعلقتين الصغيرين، وتوم بودره وبصل بودره. هي دي بس البهارات اللي هنتبل بيها البصل. ما تحاولوش تكتروا الملح يا جماعه، علشان الجبنه الرومي اللي هنحطها فوق الوش هتبقى حادقه. هنتبل البصل، حطينا برضو معلقتين كبار خل ابيض. هنضغطها بقى حلو قوي كده، وننزل على البانيه بالبصل دوت. هنجيب البصل كله اللي احنا فرمناه، وهننزل على البانيه نتبله بيه جدا قوي بقى، يعني تبليه بقى كله فيه، دعكيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد يا جماعه الوصفه دي تحفه تحفه، والاولاد حبتها جدا، وتغيير طبعا عن البانيه المقلي كده زي ما بوريكم كده. هي كده اتبلت. قعدتها اكتر من ساعتين في التلاجة، وممكن لو سبتيها على بيض طبعا يبقى احسن. هنفضها من البصل كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين، وهنحمرها في زيت. طبعا الفراخ رقيقه فهتستوي معانا بسرعه. هنحمر الكميه كلها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. بنفضها من البصل عشان البصل ما يتحرقش في الزيت، والزيت لونه يغير، لان البصل ده احنا هنعوزه في الاخر برضه. ما بياخدش وقت ابدا، هو في ثواني تلاقيه يلون، وتقوم قلبان الناحيه التانية وهتلاقيه استوى معاكي على طول. ما تنسوش يا جماعه تدعموني بلايك واشتراك من فضلكم. هنا كان اتحمر واستوى، يعني هو كده خلاص استوى. بشيله وبحطه في الصينيه. لحد هنا الوصفه ما فيهاش اي حاجه. كده هنعمل مع بعض كل الكميه. خلاص عملنا مع بعض كل الكميه. البصل بقى اللي انا بقول لكم عليه دوت، هنقوم نازلين بكميه البصل كلها في شويه الزيت، نصفرهم كده، يعني يدوب يلونهم كده، او زي ما حضراتكم شايفين. هننزل عليهم بايه؟ صلصه طماطم. حوالي مثلا الكميه دي مثلا بتاع نص كوبايه صلصه. تمام. هنقلبها كده، نشممها على النار معاها مع البصله، وهنقوم نازلين عليها بكوبايه ميه. كوبايه ميه يعني صغيره. هنحط بقى قطعتين ماجي، بيدوها طعم طبعا وبيعززوا الطعم. والله لو حبه مش حبه ما تحطيش. هننزل عليها بالنص كوبايه ميه، او ميه 3/4 كوبايه ميه كده، عشان ما تبقاش خفيفه. احنا مش عايزينها تتسبك، عايزينها بس كده الصلصه تخف شويه بس. هننزل عليها بمعلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسود، طبعا لان احنا ما ننساش ان الفراخ متبله واخده تتبيلتها، وكانت منقوعه بالبصل والحاجه، يعني مش شاربه من التتبيله دي. دمعه المكرونه هنعمل جنبها مكرونه. تمام. هنا خلاص كانت اتسبكت. هننزل بقى على على الفراخ بكميه الصلصه اللي احنا عملناها.
هنظبط بقى الصلصة بتاعتنا على الفراخ عشان كل الفراخ تشرب من الصلصة بتاعتنا دي. بجد يا جماعة الطريقة دي تحفة، وانا اخده الطريقة ديت من حماتي ربنا يديها الصحة يا رب. بجد لما جربتها من اول الجواز بجد، وهي خطيرة خطيرة خطيرة. لو انتوا جربتوها مش هيحلالكوا البانيه الا بالطريقة دي. وبعدين هنجيب جبنة رومي. الجبنة رومي يا جماعة مش موزاريلا. انا مش عايزة مطة، انا عايزة طعم. تمام. جبنة رومي بشرنها كده. ما تجيبيش الجبنة الرومي المبشورة دي يا جماعة، لان هي لا ما بتبقاش حلوة وبيبقى طعمها وحش. لا دي جبنة رومي، وانا مقصقصاها بالمقص كده زي ما انتوا شايفين، وبظبطها كده على الفراخ. تمام. وهدخلها الفرن، هتاخد وش بس يا دوب الجبنة تسيح، واقوم مطلعها بالشكل اللي انتوا شايفين ده. ده الشكل النهائي للاكل. بجد تحفة تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم حلاوتها عاملة ازاي. وعملت جنبها شوية مكرونة وشوية طحينة، وبناكل برضو جنبها عيش والحاجة الساقعة بقى، ولو عايزة تحمري بطاطس زي ما انت عايزة. بجد يا جماعة خطيرة، شكل الصينية تحفة، والاولاد عندي عجبتهم جدا جدا جدا. هدوق معاكم بقى واوريكم برضو ايه ان الجبنه رومي طبعا برضو فيها مطه بس مش زي الموزاريلا. بس احنا مش عايزين المطه، انا عايزه الطعم بس بتاع الجبنه رومي ينزل مع الفراخ على الفراخ. انا بوريكم قد ايه هي مستويه وجوسي وتحفه. بجد يا جماعه يا ريتكم معايا وتدوقوا طعمها. وعملت جنبها شويه مكرونه. ما رضيتش بقى اعمل معاكم المكرونه، انا عاملاها معاكم قبل كده. انا ما بعملش المكرونه يا جماعه، اكتر طرق المكرونه بتاعتي بعملها من المبكبكه. يا ريت تجربوا وصفتي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.